مساء الفل يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمله مع بعض اكله كده حرشه وجميله وسهله وما بتاخدش وقت خالص. هنعمله رنجه. انا معايا الرنجتين بتوعي، هجيبهم وهقطعهم قطعين بالطريقه اللي انت عايزاها. انا بقطعها لسه وهي نيه، مش بشويها وبعد كده اقطعها، لا انا بقطعها الاول وهي نيه، وبعد كده بعد ما هقطع الرنجه بتاعتي هطلع البطروخ بتاعها. انا اهم حاجه لما تروحي تجيبي الرنجه تقولي له انا عايزه بطروخ مخرز، عايزه الرنجه اللي فيها بطروخ مخرز، او في ناس تانية بتقول عليه الرنجه الحادقه. هنطلع البطروخ بتاعنا على جنب وهنفصص الرنجه بتاعتنا زي ما احنا ما عايزين. هنقطع بقى الرنجه بتاعتنا قطع كده ايه صغننه خالص، وبعد ما هنقطعها قطع صغننه هنجيب طاسه وهننزل فيها بمعلقتين زيت صغيرين، وهاخد الرنجة بتاعتي اللي انا قطعتها دي هديها تشويحة خفيفة خالص على النار. هفضل بقى كده ايه اقلب فيها اقلب فيها اقلب فيها واديها تشويحة ايه كده خفيفة لحد ما احس ان هي بدأت تغير لونها، او في ساعتها طفي عليها، وكده مرحلة الطاسة بتاعتي بتكون خلصت. اروح بقى على المرحلة اللي بعدها، هجيب الدرق بتاعي بتاع الهاند بلندر، وهجيب الهاند بلندر بتاعي او اي حاجة بتضربي فيها، وهجيب طماطم مقطعاها مكعبات. انا كان عندي طماطمتين بايتين في التلاجة غلبانين مفعصين عادي جدا، قطعتهم وحطيتهم لان كده كده انا مش عايزه الطماطم صحيحه. انا كل ده هيتمكس دلوقتي حالا مع بعضه. هحط الطماطم بتاعتي المكعبات دي في الدورة، وهنزل عليها بالرنجة بتاعتي. عندي هجيب بقى معلقتين طحينة كبار، هنزل بحبة ملح وحبة شطة وحبة كمون، وبعد كده هنزل بليمونية كاملة عليها. على فكرة انا الليمون بتاعي بفرزه في الفريزر صحيح زي ما هو، وبعد كده بطلعه افكه في الميكرويف واقسمه نصين، بيبقى مليان ميه وبيبقى حلو جدا وبيقعد معايا بصراحه فتره طويله جدا في الفريزر. ده عشان الاوقات اللي بيكون فيها الليمون غالي جدا زي الفترات بتاعه الاعياد وكده، فانا بحب من قبلها اما الاقي الليمون رخيص او ماخده كده بتاع كيلو او 2 كيلو مخزناهم في الفريزر للاوقات دي. بس هي دي البهارات بتاعتي. بروح جايه بقى ممكسه كل الحاجات دي كده مع بعض، واضربهم كده بالهاند بلندر كده، وافضل كده امكس فيهم واضربهم بالهاند بلندر بتاعي. وبعد ما خلاص اضربهم بقى ضرب مبرح كده واخلص ضرب فيهم، انزلهم عندي في الطبق بتاعي. وبجد دوقي احلى واخف رنجة. لما تجربي الطريقه دي هتدمني الرنجة، مش هتستتقليها تاني ابدا. اغسل بقى الدرق بتاعي هو والهاند بلندر علشان هعمل فيهم بقى البطروخ بتاع الرنجة. البطروخ هحط البطروخ معايا، واحط نص طماطميه كده اقسمها كده نصين واحطها صغيره، ولو عندك كمان قرن فلفل حامي حطي، بس انا ما كانش عندي فانا ما حطيتش. وفي نفس الكلام برضو في الرنجة، لو كان عندك قرن فلفل قطعيه كده صحيح، بعد ما تضربيها وتنزليها في الطبق على التقديم قطعي كده فلفل حامي كده عليها حلقات من فوق. انا استكفيت بالشطة بس اللي انا حطيتها في الرنجة. هرجع بقى تاني هنا للبطروخ بتاعي. بعد ما نزلت بالبطروخ والطماطم هنزل بقى بحبة كمون ونزلت بحبة شطة، ومش هنزل بملح عشان اصلا البطروخ بتاعي مملح فحادق، فخدي بالك من التركية دي ان اصلا البطروخ حادق فما تنزليش عليه بملح. هنزل عليه برضو بمعلقة ونص كده او معلقتين طحينة خام، وبعد كده هنزل عليه بحبة زيت، وبعد كده وهنزل عليه بليمونة نص ليمونية واحدة وبس، مش هنزل عليه باكتر من كده. وبعد كده همكسه برضو بالهاند بلندر بقى. امسك بقى الهاند بلندر بتاعي وافضل اضرب فيه كده ضرب مبرح برضو لحد ما يدوب عندي خالص ويبقى كريمي خالص خالص. شايفين يا بنات القوام بقى جميل ازاي؟ هجيب بقى طبق وهفضي فيه برضو البطروخ بتاعي. وبكده يا بنات الغدا بتاعنا بيكون خلص. غدا سهل وسريع وخفيف، تقدري تحطي جنبه حبة بطاطس محمرة وتاخدي العيش بتاعك وتقعدي وتاكلي وبألف صحة وهنا. اشوفكم في فيديو جديد يا حلوين على خير. متنسوش اللايك والشير، وادعولي من قلبكم بالخير. سلام.